يا مساء الفل وصباح القشطة، وحشتوني حبايب قلبي الغاليين، احلى واغلى اخوات في الدنيا. بحبكم قوي قوي، بحبكم من جوه قلبي، من صماصيم قلبي. صمصومة صمصومة. النهارده يوم جديد وروتين جديد. روتيننا النهارده كله طاقة ونشاط، وهنتكلم فيه موضوع مهم جدا اتطلب مني في الكومنتات. يلا بس حطوا لايك للفيديو، كومنت حلو، اشترك لو مرة تشوفيني، عشان عارفة ومتأكدة ان انت هتحبيني. وسمي الله وصلي على الحبيب، وخش برجلك اليمين. ويلا نشوف هنعمل ايه. انا مسكت الاول سليم، حطيته على الرخامه، وقلت يا واد ايه، والله بصوا، قلبي كان في رجليا اصلا. لا عارفه احط اللبن في البتاع في اللبانه، ولا عارفه اعمل حاجه خالص. صح يا سليم؟ المهم بقى ايه، تعالوا النهارده هنتكلم في موضوع حيوي جدا جدا. بس ما تنسوش تحطوا لايك يا جماعه للفيديو، وحطوا كومنت حلو. وهننزل الفتره ديت فيديوهاتنا على يوميات رشروشه. الناس اللي يعني ايه اللي بتتابعني على مطبخ رشروشه، تتابعني الفتره دي على يوميات رشروشه، لغايه ما ان شاء الله نعود لقناتنا سالمين غانمين باذن الله. المهم هعمل فطار، هعمل كيكه المج اللي هي بتتعمل في دقيقه في الميكرويف. عملتها معاكم على مطبخ، على وصفات رشروشه، ونزلتها في فيديو لوحده. بتحطي 4 معالق صغيرين او كبار من الدقيق، عليهم معلقتين من الكاكاو، عليهم معلقه من السكر، عليهم معلقتين من الزيت، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وبعد كده بتقلبي الكلام ده كده كله، بتحطي معاهم كام قطعه شوكولاته، شوكليت شيبس. مش عايزه تحطي شوكولاته خالص ما تحطيش. وبعد كده بتدوبيهم بشويه لبن او ميه. تمام. وممكن تحطي بعد ما تعملي عجينه الكيكه دي، كيكه من غير بيض، تاكلي الصبح كده مع كوبايه نسكافيه او شاي بلبن او شاي. يعني لو انت ما عندكيش فطار، انا هحط لها كده حته شوكولاته كانت عندي في النص عشان تديني طعم حلو. المهم واحنا شغالين كده، عايزين نرد على سؤال المتابعه، لانها سالتهوني في كذا فيديو، وانا بعتذر لك جدا. بقالي كام يوم كده ما نزلتش فيديوهات. انا ما بحس ان طاقتي مش ايجابيه، وما بحبش اطلع لكم الا لما اديكم طاقه ايجابيه، ما تكونش الطاقه بتاعتي سلبيه خالص. فلما بدات استعيد قوتي، وبدات استعيد نشاطي وكاريزمتي وكل حاجه، قلت ايه، بعمل معاكم معلش ما تزعليش مني، والله غصب عني قسما بالله. حاجات كتيره ما تعرفوهاش ان شاء الله في يوم من الايام هعرفها لكم، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي نزلته على مطبخ رشروشه. بس اعذروني والتمسوا لي العذر، لانه عارفه انتوا بتحبوني قوي قوي اكتر ما انا بحبكم، والله والله العظيم عارفه. لان انتوا تعرفوني اكتر ما انا اعرفكم، لان ما اعرفش شكلكم ايه. انتوا عارفيني وحافظيني وعارفين طباعي وعارفين كل حاجه عني. الناس الحلوه بتشوف الناس حلوه، والناس الوحشه بتشوف الناس وحشه. فربنا يبعد عننا الناس الوحشه، ويبعد عننا الحاسد والحاقد، ويبعد عننا النمام، ويبعد عننا الظالم، ويبعد عننا كل اللي يتمنى لنا شر يا رب. يا رب كده، اللي يتمنى حاجه لغيره تترد له هو. يا رب اللي يتمنى الشر لغيره يترد له هو. يا رب اللي يتمنى حاجه لعيال غيره تترد له هو. يا رب يرزقكم ويستركم ويكفيكم شر اي حاجه وحشه، ويكفيكم شر المستخبي، ويكفيكم شر ولاد الحرام. النهارده بقى انا ورايا تنظيف كده، هنضف في الصاله بره. والنهارده هنعمل اكله حلوه كده ما عملتهاش من زمان، وهنتكلم في الموضوع اللي قلت لكم عليه، اللي المتابعه كتبته لي في كذا كومنت على مطبخ رشروشه. متابعه كاتبه لي بتقول لي صاحبتي جوزها خانها مرتين اتنين، وهي عماله تعيط ومش عارفه تعمل ايه. فهي عايزه تسيب البيت. يعني بتقول لي احنا عايزه اعرف رايك، وطبعا هي عايزه نعرض الموضوع على القناه. طبعا هي كاتبه في كومنت يعني يتعرض على القناه عادي، انما لو كاتبه لي على الواتس، طبعا الواتس بتاعي هتلاقوه على لمحه. تمام. اضغطي على عنوان القناه كده، على اسم القناه من فوق، هتلاقي الواتس بتاعي. اللي عايز عنده اي مشكله اي حاجه يكتبها لي على الواتس، واحنا بنقولها مع بعض في الفيديوهات. وربنا يا رب كده يحل لنا كل مشاكلنا ويسترها معانا جميعا، مفيش بيت خالي من المشاكل. المهم انا عايزه اسال صاحبتك بس سؤال، لو هي متابعاني وبتتفرج عليا، كانت فين من اول مره خانها فيها؟ ما هي الخيانه الزوجيه دي بتيجي يا اما الراجل ناقص تربية، ناقص دين، ناقص أخلاق، ناقص أدب. يا هو عينه زيغة وبصباص، يا هو ما بيملاش عينه الا التراب، يا هو راجل مش راجل. ما هو اللي يخون الخيانة طبعا للست والراجل بتتحسب عند ربنا خيانة. او هي فيها حاجة هو انتقدها فيها، نظافة شخصية، نظافة البيت، نظافة الولاد، اكل ما بتعملوش، ممكن صوتها عالي، ممكن مش نظيفة، ممكن قلبها مش حلو وتقعد تجيب في سيرة الناس وعايزاه يعمل مشاكل كتير. ممكن الراجل يا جماعة احيانا لو هو راجل يعني محترم، ما بيدورش بره على حد غير مراته يفضفض معاها. اصل انت بتقولي خيانة، انا بتكلم الخيانة ان هو فضفض مع واحدة او كلمها كلام عادي، مش خيانة غير شرعية، يعني فاهميني؟ هنتكلم على كده. فالراجل ما بيدورش على مكان حنين يقعد فيه، ولا مكان حد يطبطب عليه فيه، الا لو عنده نقص من حاجة في بيته. فالست لو عندها نقص، هي لو حاسة
هي عارفه نفسها اكتر مني، وعارفه جوزها قال لها ايه اكتر مني، وانت ممكن تكوني صاحبتها، وطالما هي حكيالك يبقى حكيالك كلام هي مفضفضاه معاكي. فهي لو عندها نقص في حاجه، لو عندها حاجه نقص، هو طلبها منها، ممكن تكون اي حاجه من اللي انا قلتها ديت، تصلح من نفسها. وطالما هي سكتت من اول مشكله، من اول خيانه خانها لها، ما تسيبش البيت بقى خلاص. طالما انت سكتي من اول مره، بقيتي خلاص، بقيتي يعني انت قلتي من كرامتك. انا مش بشتمها والله، بس الست لما بتسكت من اول مره وما بتاخدش حقها. في ستات ممكن تسكت خايفه حد يسمع، خايفه حد يشمت، خايفه حد يتكلم ويقول لك ده خانها اصلها مش ماليه عينه، خايفه حد. كل ده بيجي على راسها في الاخر. يعني في ناس بيتضح لهم بعد سنين طويلة ان جوزها كان متجوز عليها وخش عليها بعيالين ثلاثة. ده بيبقى ايه؟ خايفة ان انت تتفضحي. طب ما انت ما هي كده خلاص. الراجل لما بيخون او يتجوز على مراته بتبقى الفضيحة فضيحة. بس هي بالنسبه لها مش فضيحه، وعمل شرع الله بالنسبه من وجهه نظره. انت بالنسبه لك انت ممكن تكوني عامله حاجه في حد فخايفه ان هو يشمت، ممكن تكوني اذي حد. فانت خلي بالك برضو، الراجل احيانا بيبص بره لما انت تكوني مش مركزه في بيتك، مركزه في مشاكل الناس، مركزه في بيوت الناس، مركزه مع حاجه تانية غيره خالص. فالراجل بيحس، الراجل ده كائن، اقول لكم ايه، طفل. الراجل بالنسبه للست طفل يا جماعه، عامل زي العيال الصغير. لو ما سيستيش فيه ودلعتي فيه ودادتي فيه يطفش من ايدك. بس العيل الصغير مش كل حاجة بياخدها في الوقت اللي هو عايزها. العيل الصغير بتديله الحاجة في الوقت اللي انت عايزاها، بذكاء وبحكمة، من غير صوت عالي. يعني مثلا، طبعا انا حاسه انا خرجت من الموضوع، بلاش نخش في مثلا ديت دلوقتي. يعني كنت هكلمكم ازاي الواحده تتعامل مع جوزها عشان تكسبه يعني. هنتكلم عليها ممكن في الفيديو الجاي باذن الله، في الروتين الجاي. تمام. فانت ما تسيبيش بيتك، حاولي تصلحي من جوزك. قعدي له ناس كبيره، قعدي له ناس يكون بيحترمهم وبيكبرهم. بلاش تكبري المواضيع قوي. يعني اللي يقعد معاكي ده ما يكونش واحده ست او راجل يكونوا بينقلوا الكلام، عشان الموضوع لو كبر هو هيبجح. والراجل لما بيتعرف ان هو بيعمل حاجه غلط وانتي فضحتيه بيبجح من الاخر، بيفجر، ايه خلاص يعني. مش انت قلتي؟ ايوه انا وحش وانا همشي مع طوب الارض. مش عاجبك هتجوز عليكي واخش بيها عليكي. فانتي طالما ما سبتيش البيت من اول مره، خليكي في بيتك، صلحي من جوزك، حاولي تقربي له، حاولي تكسبيه. لو هو ما اتجوزش عليكي، انت بتقولي خيانه، فممكن يكون هو راجل ممكن يتصلح حاله. والرجاله اللي بتصلح حالها يا جماعه كتير جدا جدا. اهم حاجه يكون بيتقي الله فيكي، ويكون بيحبك اصلا، بس اللي حصل ده نزوه او نقص منك، هو خلاه عمل كده. فما تسيبيش بيتك طالما ما خدتش موقف من اول موقف. لان الست لما تاخدش موقف من اول موقف، الراجل بياخد على كده. من الواضح بتنزل من نظره. من الواضح كده ان الرجاله فعلا بيحبوا الست اللي هي ايه، عندها حته خبز. عارفه، انت بتسمعيني دلوقتي، الله اعلم هتسمعي الفيديو على يوميات رشه ولا لا، لان انا مش هنزله على مطبخ رشه طبعا. إيه، عارفه الست لما بتسكت لجوزها مره واتنين وتلاته بيكون بيعمل اغلاط، خوفا من الناس تسمع صوتها، ولا خوفا من ان حد يشمت فيها، ولا هي اصلا مكسوره الجناح، او سلبيه، او ضعيفه الشخصيه. لان كل دوت في الست اللي هي بتسكت من اول مره. انما لو اول مره قعدتي له ناس، صدقيني ما هيعملها تاني. بلاش تقعدي له ناس. انا بصوا، انا الفتره الاخيره اصلا تقريبا من 5 6 7 سنين منعت ان حد يخش حياتي، منعت ان انا ادخل حد في مواضيعي في مشاكلي. طب ما انا اسيبه لغايه ما يهدى خالص، والاخر نتكلم مع بعض. وعلي صوتي ليه واسمع الناس بيا ليه؟ طب ما انا اعرف احل اموري بنفسي. ما هو اللي داخل يحل لك امور دوت ما هوش ملاك، ده حياته كلها برضو فيها مشاكل. وممكن يكون راجل زي جوزك بالظبط وعامل مشاكل وجاي يحل لك مشكلتك. فانت يا بنت الناس ما تسيبيش بيتك، صلحي من جوزك، حسني منه. طالما هي خيانه، خيانه كلام. انما معلش يعني لو خانك مع واحده خيانه خيانه، او اتجوز عليكي وانت قاعده وما خدتيش موقف، خلاص انسي بقى، انسي. واعرفي ان الست لو وقعت من نظر جوزها ما تترفعش في عينه تاني. فنصيحتي ليكي، والمتابعين برضو هيقولوا لك رايهم في الكومنتات، انا نصيحتي ليكي ما تسيبيش البيت. لانك لو سبت البيت ومعاكي عيال هتدمري العيال، وهتدمري نفسيتهم، وهتدمري حياتهم. لان هو كده مستكفي بيكي اصلا من حد تاني. هتسيبي البيت ولا كأنك سبتيه، لان في ناس تانية بتطبطب عليه. المهم بقى، تعالوا نعمل الاكل دلوقتي. انا جبت بصل ومعاهم قرن شطه وضربتهم في الكبه كده نص ضربه. وهنعمل محشي النهارده. الكوسه دي عايزه اقول لكم ان قاعده في التلاجة بقالها اسبوعين. انا مش عارفه في ايه. الواحد والله العظيم بيطلع من نقرة بيقع في ضحضيرة
مش عارفه في ايه بالظبط والله يا جماعه، بس النهارده قلت اعمل لهم اكله كده، عندي كيس لحمه عايزه اعمله معاهم. هنعمل لحمه طعمها حلو كده. المهم انا قبل ما بقور الكوسه او البتنجان، طبعا دول جايين من الارض، واللي بيقطعهم بني ادمين. الكوسه بالذات لو وقعت في الارض، رملايه في الارض بتغرس في اللحم، فانا بحب اغسل الكوسه واقطعها وانضفها هي والبتنجان قبل ما اقعد واقورهم. وحتى بغسل الفلفل عشان لو في رمله بره ما تخشش جوه البتنجان او الكوسه من جوه، فتيجي تاكلي الكوسه تلاقيها بتقرقش. يعني انا في مره الكوسه دي كانت تحس انها جايه من ارض رمليه، جيت اكلها. إيه، انا حاسه ان انا ما كنتش متزنه في الموضوع اللي بتكلم فيه. قولوا لي في الكومنتات، هل رايي صح ولا غلط؟ عشان انا عندي صداع بجد، مش عارفه في ايه. المهم دلوقتي بغسل حاجه. مره جيت اكل كوسه لقيتها مليانه رمل، ما غسلت كنتش بغسلها. فمن يومها بقى لازم اغسل الكوسه واكحتها من بره، اعمل لها خطوط كده باللي هي المقوره. تمام، فاتاكد ان ما فيهاش ولا رملايه، لان الكوسه لحم طري، لو وقعت في الارض اي حاجه بتغرس فيها ما بتشوفيهاش، فتيجي تاكلي تقرقش. تمام. وبرده الخضره، لو انت الخضره عيدانها من تحت ناشفه اقطعيها وخدي الحته الطريه اللي فوق بس. لان برضو عملت المحشي مره، وكنت جايبه الشبت والبقدونس اللي هي الحاجات الصوب بقى اللي هي الطويله دي، وعملت بقى الخضره كلها بالعيدان بتاعتها. لقيت العيدان ناشفه يا جماعه، انما اللي انا بعملها دي فلاحي، فالعيدان بتاعتها رفيعه وخضره، ومش ناشفه. المهم خدت بقى الكوسه والبتاع، انا كنت فتحت طبعا ولمعت ونضفت والارض نضيفه وكل حاجه. فتحت فيلم كده كان بتاع فاروق الفيشاوي، ومش عارفه امينه رزق باين، ومش عارفه مين. المهم فيلم ايه، فيلم الطمع كده، طمع الاخوات وحاجات زي كده يعني. تمام. تمام. المهم ايه، قعدت قورت الكوسه والبتنجان، وبعد كده هولع على اللحمه قبل ما احشي المحشي. عشان تلحق تستوي. هي طبعا ما شاء الله هي حته لحمه كده. كانت حمرا خالص من الفخده، مش هتاخد وقت معايا في التسويه، فقطعتها وهعملها هسلقها. مش هسلقها، هعملها من غير ميه، اسويها بالبصل بس، مش بميه خالص. حطيت حبه زيت صغيرين، ومعلقه كده من الدهن البلد اللي احنا عاملينه على وصفات رشروشه. يا جماعه انا عندي قناه وصفات رشروشه، بنزل عليها وصفه للناس اللي عايزه تعمل وصفه بسيطة وسهلة، سواء عشاء فطار غدا، حاجة حلوة كيكة، كل ده بنزله مع بعض على الوصفات. خير الكلام ما قل ودل، يعني ما بنتكلمش فيها كتير. حطيت قرن شطة وحطيت بصلاية، وهنزل بطماطماية، وتنزلي بالبهارات اللي تحبيها. انا هنزل بملح وفلفل اسود وكمون وحبهان وقرفة. حطي اللي انت حباه، عايز حطي دبس رمان، صويا صوص، زي ما انت عايزة. بس انا حطيت فلفل اسود اهو، حطيت طماطمايه وبصلايه، ما حطيتش توم. انا مش بحب التوم قوي في اللحمه. التوم يعني الفراخ عشان بتشيل الزفاره. انما لحمه مش بتحتاج حاجات كتير اصلا، بتحتاج حاجه بهارات بسيطه جدا. حطيت معلقه كبيره من دبس الرمان، وده اللي بستخدمه يا جماعه علشان خاطر الناس بتسالني. دبس الرمان عايزه اقول لكم ان الازازه بقت ب 145 جنيه. اقسم بالله اتصدمت لما جبتها. عشان كده بدل ما بحط معلقتين احط معلقه، وبدل ما احط معلقه احط نص معلقه. يعني بصوا، هبقى حاجه صغيره خالص، هي طعمها حلو، فيها مزازه الليمون وتسكيره كده حلوه. وبتبقى حلوه قوي مع اللحمه والفراخ المشويه. وبتبقى حلوه جدا جدا برضو يا جماعه مع اسمه ايه، مع ورق العنب، بتخليه طعمه خطير. المهم خلاص الصلصه اتسبكت. طبعا طماطم، اللي عايزه اقول لكم ان طماطم المحشي انا ناويه ان شاء الله اعمل لكم طاجن ورق عنب. انزله على وصفات رشروشه للعيد، واعمله كده باللحمه. يعني بصوا، انا بكلمكم وانا جعانه. عايزه اعمل له كده، وانزله لكم ان شاء الله على وصفات رشروشه للناس اللي عايزه الوصفات بتاعه العيد. وهننزل مع بعض بقى لحمه الراس واللسان والمخاصي، كل ده ان شاء الله هنزله مع بعض قريب جدا باذن الله على وصفات رشروشه. بس اجمع الفيديو واسجل صوتي عليه. المهم دلوقتي حطيت بقى كزبره ناشفه وفلفل اسود وكمون وملح ونص معلقه صغيره من السكر. وما حطيتش حاجه تاني خالص على المحشي. انا كده كده هحط فلفل، فمش هحط بابريكا. انا مش بحط يا جماعه على المحشي غير ملح وفلفل اسود وكمون. وبحط بحط شويه كزبره ناشفه، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقتين ثلاثه من الكمون صغيرين عشان البصل طبعا، ومعلقتين فلفل اسود، ونص معلقه صغيره من السكر. وبقلب الدنيا دي كلها مع بعض. وبعد كده خدت الكلام ده كده كله، فرشت حاجه على السجاده وبدات احشي. تمام. البيت سماح وهي بيكلمني في التليفون تقريبا، هي سماح. سيلين بقى طبعا خدته معايا كده وحطيته في حته الشمس اللي داخله عليه كده زي الكتكوت. عارفين انتوا الكتكوت؟ اليوم ده كان الجو حلو، الفتره دي الجو صعب جدا. والله العظيم تحس انها نفحه من جهنم. يا رب اجرنا من نار جهنم. يا رب يا رب. يعني بصوا، يا ربنا يهدينا لحالنا، يهدي كل واحد لحاله، عشان بقينا صعبين قوي بجد. المهم دلوقتي غليت شوربه، عندي شوربه في الفريزر طلعتها غليتها، وهنزل بنص الحله شوربه.
انا بقول لكم في المحشي حط ربع الحله شوربه او تلت الحله، وفي ورق العنب كذلك ربع الحله او تلت الحله. في البتنجان والكوسه والفلفل بحط نص الحله شوربه عشان الكوسه هتنزل ميه، وانا عايزه البتنجان يستوي فالميه لازم تبقى كده وتطلع فوق. خلصتي كده اللحمه استوت، تعالوا بقى نعمل شويه لسان عصفور. حطيت معلقه كده من السمنه البلدي او حته زبده بلدي بسيحها مع معلقه زيت، لان لسان عصفور يعني سمنه بلدي هي اللي او زبده بتطلع ريحه جميله معاه. حمرته وحطيت عليه كوبايه ميه، بس طبعا انا كنت اتاخرت في الحشو صراحه. فاول ما الشوربه ميه غليت، انا بحط ميه ليه على لسان عصفور الاول عشان لما بيقعد يغلي مع الشوربه بيحدق. فانا حطيت ميه الاول، اول ما بيخش في السوا بقوم مزوده مزوده الشوربه. دلوقتي بقى هغرف صراحه يوسف كان في الدرس، وملك اللي كانت هنا، ملك اللي كانت هنا تقريبا. يوسف بس هو اللي كان في درس، كان عليه تقريبا فرنساوي ساعتها مراجعة. ادعوا له يا جماعة، داخلين على ثانوية عامة كلنا، يا رب نجح كل ولادنا في الثانوية العامة، واسترها معاهم واسترها معانا واسترها مع المتابعة اللي كتبت لي الكومنت وصاحبتها، واسترها معايا واسترها مع الجميع، اللهم امين. وكفينا شر اي حاجة وحشة وشر قلبة الزوج او الزوجة او العيال، اللهم امين. اسيبكم في رعاية الله، وهتنسوا اللايك. سلام.